مرحبا، كل عام وانتم بألف خير. طبعا كلنا بنعرف انه الاسبوع الجاي عيد الاضحى ان شاء الله بنعاد على الامة العربية والاسلامية بألف الف خير. رح نبلش اليوم ننزل وصفات حلوة للعيد. اول وصفة رح ننزلها هي وصفة كرات الفستق بالشوكولا البيضاء، من افخم الحلويات اللي ممكن نضيفها بالعيد. تابعوني لتشوفوا كيف رح نعملها بطريقة كتير سهلة. أول شي عنا بسكوت سادة، هو بسكوت الشاي يعني، وعنا فستق بتطحنوه على المطحنة، أو فيكن تجيبوا حتى انتو الفستق مطحون أو تجيبوا الحب وتطحنوه على المطحنة. نفس الشي فيكن حتى تطحنوه بالشوبك بأي طريقة بتحبوها. بدنا نطحن البسكوت وبدنا نطحن الفستق. رح نحط البسكوت والفستق فوق بعض، ورح نجيب النسلي اللي هو الحليب المكثف ونحط فوقهم لحتى يتكون عنا عجينة. هلأ بالنسبة للكميات انتو فيكم تتحكموا باللي بدكم اياه. بتحبوا الفستق اكتر بنضيف فستق اكتر، بتحبوا البسكوت اكتر بنحط بسكوت اكتر، والناس اللي منضلنا نحط ونحن عم نعجن لنوصل لشكل العجينة اللي مبين معنا بالفيديو. بعدين رح نكورون نعملون كرات ونحطون منصفهم بالصحن، نخليهم بس يرتاحوا شوي هيك يبردوا شوي لبين ما نحن نكون دوبنا لوح شوكولا. هلا انا هون مدوبة شوكولا بيضة، فيكن انتو تدوبوا شوكولا داكنة ما بتفرق يعني، بس نحن هون بنفضل الشوكولا البيضة. والنوع ما بتفرق، اي نوع انتو بتحبوه فيكن تجيبوها بتحطوها بزبدية. طبعا بتدوبوا الشوكولا على حمام بخاري، ما بنحط الطنجرة على النار مشان ما يلزق الشوكولا ويحترق. دوبت الشوكولا وجبت الكرات، صرت غطسها بالشوكولا وحطها على جنب. واخر شي من رشرشة فستق بدنا بنحمل الكرة كلها بننزلها بقلب الفستق المطحون يلي بدكن اياه، وفيكن هاي الخطوة كمان تستغنوا عنها. والشوكولا لحاله رح يجمد، يعني تحطوها شوي بالبراد بيجمد، ولو تركتوها برا بعد شوي الشوكولا رح يرجع يجمد. وهيك بنكون خلصنا أطيب أكلة حلو ممكن نضيفها بالعيد. وأكيد استنوني بوصفات جديدة من حلويات العيد.